الاشياء اللي جايه تصير بالسوشيال ميديا باخر اسبوعين هي مو اشياء جديده ولا اشياء غريبه، من تسقيط وفضايح وامور ثانيه، وهذا نتاج احداث متراكمه من السنوات الماضيه. ودائما مثل هيك فضايح او هيك فيديوهات يكون سببها طيش بنت او سوء تفكير او عدم الالتزام بالمبدا. اذا اول مره جاي يشوفني انا احمد، بهاي القناه نحكي عن كل شيء موجود بالسوشيال ميديا، وما اعرف اللي راح يشوف هذا الفيديو متذكرني من الناس القدامى، يعني اخر مقطع نزلته قبل 4 اشهر حرفيا. قبل ما نطب الموضوع على اساس خلينا نحكي لكم هذا السبب البسيط. السبب بكل اختصار اللي تطلع شيء وما موجود بالسوشيال ميديا، وحرفيا عصرت عقلي وماليته، ما اعرف ليش. وكنت قافل على موضوع السكريبت، ماكو فيديو الا اكو سكريبت، وهذا شيء هلكني وحرفيا ما قدرت اطلع الشيء اللي ببالي، فلذلك جاي اقطع هاي القطعات الطويله. اوكي اكو فترات امتحانات بس مو مال اقطع 4 اشهر، فلذلك الفيديوهات الجايه منا ورايح هي عباره عن فيديوهات ارتجاليه نجمع الاحداث خلال اسبوع، وراح ينزل فيديو كل يوم سبت. فاذا اول مره جاي يشوفني اشترك بالقناه، فعل زر التنبيهات عمود يوصلك كل جديد، واذا انت شايفني اصلا ومشترك بالقناه الغي وتابعني مره ثانيه لان اشعارات ما جاي توصل لك صديقي. خلينا ندخل بالموضوع بدون لف ودوران. نارو ناس حكت وناس طلعت وناس انتقدت وكلها وياها حق، يعني الموضوع منتشر على السوشيال ميديا، والموضوع اذا انطرح على السوشيال ميديا ما تقدر تمنع الناس انه يحجون. لكن خلينا نرجع بالاحداث ورا شويه. شنو خلى البنيه توصل لهيك مرحله؟ وليش بسبب هاي الغلطه خلت الناس تنفجر عليها بشكل مخيف؟ وانا شخصيا سويت فيديو عنه. اذا نرجع ببدايات البنيه وانطلاقتها للسوشيال ميديا وظهورها على الانترنت، نشوف البنيه طلعت بصوره غير لائقه صراحه، دائما تطلع بلايفات وتحاول تصعد اللايفات بكلام يعني مو صحيح، اما كلمه بذيئه او كلمه اوبس ما ادري طلعت بالغلط، مع العلم انه مو لازم يطلع كل شيء باللايف. فهاي دلاله على انه البنيه تريد تطش باي طريقه او تريد تشتهر باي طريقه ممكنه. بهيك مرحله بدات الناس تلاحظ اساليبها الغريبه، اسلوبها المو حلو ويا بعض الناس، تحاول تسوي مشاكل ويا بعض المشاهير على مود يطلع اسمها بالترند باي طريقه ان كانت سلبيه او ايجابيه. مثل اي شخص ما يخطط وما يفكر وتجي مثل هيك ارقام، راح يحاول يسوي اي شيء سلبي على مود يستمر بهاي الشهرة وما ينطفي بأي طريقة من الطرق. وهنا وصلنا للمرحلة الثانية وهي الحفاظ على الشهرة. طريقتها بالحفاظ على الشهرة كانت عركة من هنا، تشفص على المتابعين، طقني وطقك على مود اصعد الترند وابقى بالترند. اذا جيت تلاحظون انه الاحداث اللي حكيتكم وياها هي كلها عباره عن احداث متسلسله سلبيه وماكو اي شيء ايجابي، لان من البدايه من دخلت بهذا الطريق بعد ما تقدر تميل عنه الا بحاله واحده، بحاله الاعتذار، استغلال المتابعين لها. بعض المتابعين من شافوا نفسها ضعيفه فقرروا يصرفون عليها، وهنا ظهرت الشخصيه البارزه، شخصيه سعوديه عندها خير من الله فلوس، وظل يصرف عليها باللايفات بشكل مستمر ومكرر لحد ما تقرب لها بصوره مباشره، وقاموا يطلعون سهرات، حفلات، اكل، وهنا دخلت بالغميج. بس مع كل هاي الاحداث جاي اسال سؤال بريء، اهلها وين؟ اخوانها وين؟ ما حد ينصحها، ما حد يقولها انه هذا الشيء غلط، ما حد يقولها جاي يسوينه يابا راح يرجع عليك بالسلب مستقبلا. بس مع ذلك البنيه كملت ولا كانه شيء صار، لحد ما نزل الفيديو. من نزل الفيديو اول ناس هاجموها وطبوا لها دوسه ونص هم العراقيين، لان كانوا ضايجين منها بصوره مو طبيعيه، وحقهم وما الوم اي واحد، لان بنت عراقيه بهيجي تصرفات راح تنحسب على العراقيين. راح اقول لي هي تمثل نفسها وما تمثل العراق، انا وياك بهاي الحكي، بس مو كل الناس راح تقتنع بهذا الحكي. فالردود اللي كانت من السوشيال ميديا العراقيه هي جدا طبيعيه، وبصراحه ما الوم اي واحد يتكلم عن الموضوع وبطريقه محترمه طبعا. من بعدها طلعت البنيه وقالت لا تصدقون اي شيء بالسوشيال ميديا، بس هذا الحكي ما راح يوكل خبز على العراقيين، لان الاحداث المتكرره سويتيها انت خلت هذا الشيء حتى لو مو حقيقي يثبت عليك. ما اعرف بكل صراحه شلون راح تكملين او شنو الاجراء اللي راح تتخذينه بالفتره الماضيه، بس اللي اتمناه تعدلين من نفسك شويه، تبتعدين عن الاشياء السلبيه، وحتى لو ما عندك محتوى تقدمينه تحاولين تطلعين بصوره لطيفه. اتمنى تحكون رايكم بالتعليقات، وشنو تشوفون لازم تتصرف بالفتره الاخيره حتى ترجع على الاقل ما يوجهها قدام الناس او قدام اهلها على اقل تقدير. انا احمد، وكل اسبوع راح يكون اكو فيديو يوم السبت. مع السلامه.